لو عايزه ابنك يشتغل من هو في اولى ثانوي وكمان ياخد فلوس، يبقى الفيديو ده عشانك. اول حاجه، لو عندك ابنك او بنتك لسه مخلص اعداديه وجايب مجموع كويس، يبقى الفيديو ده عشانك. اولا الف مبروك لكل طلاب الاعداديه. ثانيا، عاملين تفكروا ومحتارين هتدخلوهم ايه اكتر حاجه ممكن يشتغلوا فيها ويلاقوا وظيفه ويلاقوا فلوس ومرتبات كويسه كمان، ووظيفه في كل دول العالم؟ هو التمريض. هتقولي طب ازاي؟ هنخش مدرسه ثانوي تمريض. ثانوي تمريض دي بتبقى بعد الاعداديه، بس بشرط يكون جايب مجموع كبير في الاعداديه، ويكون جايب الانجليش 100% او على الاقل بدرجه 70%. يبدا يدور انت تشوف محافظه ايه وايه المدارس المتاحه بالنسبه لك. لو انت في اسكندريه فعندك 4 مدارس تامين صحي متاحين لك. هي العمال اللي هي كرموز العمال، عندك ابو قير اللي هي توسن، طلبه سبورتنج، او جمال عبد الناصر، او مستشفيات وزاره الصحه زي المترنتي، دار اسماعيل، الجمهوريه. كل الحاجات دي مدارس ثانوي واسعارها رخيصه جدا على فكره. اما بقى هيدرس من اولى ثانوي تمريض، هيبدا من تانية ثانوي يبدا يشتغل، فرص كتير قوي في كل المستشفيات. على بال ما يجي يتخرج هيبقى معاه فلوس كمان وهيبقى له خبره في المجال. المدرسه دي مش 3 سنين، لا هي 5. 3 سنين ثانوي بيدرس فيهم باللغه الانجليزيه، ويكمل معاهم المعهد كمان، ويجيب تقدير كويس جدا، وهيطلع يشتغل في احسن مستشفيات. هيبقى ليه تكليف 2 في مستشفى حكومي، هيتخرج وكمان هيشتغل فيها. مش عايز يشتغل في مستشفى حكومي، ليه الحق ان هو يشتغل في مستشفى برايفت وبمرتب كويس جدا. ليه فرصه في السفر، السعوديه، الكويت، قطر، الامارات، كل الاماكن دي متاحه ليك. طب هيخلص كنت عايزاه يدخل كليه، ممكن بعد المعهد كمان يجيب مجموع ويكمل في كليه تمريض. كلية تمريض من احسن الكليات، بيكمل فيها، بيعمل الدكتوراه والماجستير، بيعمل كل حاجة فيها، دبلومات كتير قوي ممكن ياخدها، ويبقى متخصص كمان في كل حاجة. بيختار التخصص بتاعه من وهو في المعهد، هيبقى عام او هيبقى تخصص في جراحة او في أو نساء او كل حاجات كتيرة قوي. طب ممكن مش عايز ادخله بقى انا ثانوي تمريض، دخليه ثانوي عام، ومن الثانوي العام هيخش معهد فني صحي. فني الصحي ده فيه شعب كتير قوي، وبرضه هيلاقي منه شغل اول ما يتخرج ومضمون 100%. اكتر حاجة مطلوبة هو التمريض او الطب، ان الجيش الابيض ده موجود في كل حتة مهما حصل اي حاجة في الدنيا والزمن اتقلب. هي دي الحاجة الوحيدة اللي بتفضل تقعد، زي ايام كورونا كل الناس سابوا وظيفهم ما عدا التمريض والاطباء، لان هو ده بيعالج الناس كلها. فكري كويس وركزي، ولو عايز تسالي اي سؤال سيبولي في الكومنتات وهرد عليكي. ابنك او بنتك، لو ابنك ممكن تدخليه مستشفيات الشرطه والقوات المسلحه، وبنتك كمان الشرطه او القوات المسلحه. كل الحاجات دي تحضري ورقها. لو عايز تعرفي ايه الورق المطلوب اسالني تحت في الكومنتات وهرد عليكي. بس اهم حاجه المجموع، وابداي قدمي. طب المجموع دلوقتي قليل، برضو قدمي، هيبقى فيه مرحله تانية ومرحله تالتة، بيبداوا لو العدد لسه ما استوفاش بياخدوا كل الحاجات دي. خلي بالكم على نفسكم ومعيشوها صح، وربنا يوفق الجميع.